مرض ولا ايه اللي عندي؟ انا حقيقي مش فاهم، بقتش قادر افهم نفسي ولا افهم حتى ايه اللي بيحصل فيا. وطبعا حقيقي ما بقتش عارف اعمل اي حاجة او حتى اتصرف ازاي. ارجوكم قوليلي حل وقولولي اتصرف ازاي. انا عارف ان ناس كتير هتجرحني بالكلام، وعارف ان ناس كتير ممكن تأذيني، بس انا بجد تعبت من اللي انا فيه والوضع اللي انا وصلت له. ما بقتش عارف انا المفروض اعمل ايه او حتى احل اللي انا فيه ده كله ازاي. ارجوكم قولولي اي حل او اي طريقة اخرج بيها من اللي انا فيه، عشان انا بجد مش عارف. انا من جوايا متدمر وحزين قوي على اللي انا وصلت له. وطبعا دي المشكلة اللي جاتلي النهاردة من صاحب المشكلة على رسائل الصفحة، وزي ما انتوا سمعتوا مشكلته بالظبط. مش فاهمة ازاي انك انت كراجل تقبل على نفسك انك انت تصور مراتك وتبعتها رجالة غريبة، ويا عالم ممكن يعملوا ايه بالصور دي. ما فكرتش ان الصور دي ممكن تأذي بيها مراتك او مامتك او اي حد؟ ما فكرتش ان ممكن صحابك يعملوا بيها حاجات مش كويسة؟ زي ما احنا شايفين دلوقتي السوشيال ميديا اتطورت بشكل كبير لدرجة انها بقت مخيفة قوي، بقت قادرة تغير كل صورة تخليها صورة سيئة جدا ويعملوا اللي هم عايزينه. فالموضوع بقى مخيف، مش مجرد لعب عيال، لا، بقى فيها حاجات مخيفة جدا بمعنى الكلمة. انت كراجل ازاي تقبل انك انت عرضك شرفك انك انت تعرضه للناس بالشكل ده؟ ازاي تقبل انك انت اصلا توافق تعمل حاجات زي دي؟ حتى لو هما كانوا قالولك كده كان لازم توقفهم عند حدودهم وتقول لهم اللي انتوا بتقولوه ده ما ينفعش، وانكم ما ينفعش تطلبوا مني كده. مش تبقى فرحان؟ فرحتك بايه؟ فرحتك انك انت راجل غريب بيبص على جسم مراتك وهي في اوضاع مختلفة ومش من حق حد تاني يشوفها؟ فرحتك انك انت بتبقى مبسوط وانت شايف نظرة وقحة، نظرة وحشة في عين راجل تاني تجاه مامتك او تجاه مراتك او تجاه اي حد؟ طب ما فكرتش ان الموضوع ده ممكن يتطور؟ طب ما فكرتش بعد كده انك انت لما تخلف اولاد هيحصل ايه؟ ما فكرتش ان ممكن يحصل في بنتك ايه لو جالك بنت وحصل فيها حاجات من دي؟ لو حتى لو انت ما عملتش فيها كده وحد تاني اللي عمل فيها كده، تفتكر انت هتقدر تستحمل؟ هو احنا ليه يا جماعة